الفيديوهات اللي انتشرت للجهاز ده عباره عن كارثه، وساعتها نقدر نقول ان التكنولوجيا بدات تتدخل في قصه انها تقضي على البشريه. اصل الجهاز ده جهاز مش عادي، وتعالى اعرفك ايه هو بالظبط وازاي بدا ينتشر وهيستخدم في ايه بعد كده. كل الفيديوهات اللي انتشرت بتقول انه الجهاز ده جهاز حقيقي وبدات الناس تستخدمه، بس معمول له دعايه، ودعايه بشكل كبير جدا لدرجه ان كل الانفلونسرز بداوا يجربوه ويعملوا اعلانات عنه على انه جهاز فعلا موجود حقيقي ومتاح انك ممكن تشتريه. الجهاز ده اسمه جهاز نابن. الجهاز ده عباره عن دايره بتتعلق في منطقه معينه ناحيه الدماغ، وهي بتاثر على الدماغ وتخليك تدخل في حاله كانك موجود في فيلم او اي حاجه خياليه انت عايزها ممكن تروح لها في ثواني. يعني اي حاجه في الدنيا انت هتتخيل انك موجود فيها هتكون موجود فيها فعلا. حاجه كده اشبه بالفيرتوال رياليتي او الواقع الافتراضي، بس المره دي هو مش واقع افتراضي، لانك بالمنظر اللي انت شايفه في الفيديوهات ده هتكون موجود فيه حقيقي، كانك فعلا دماغك مغيبه تماما عن الواقع اللي انت فيه وموجوده في الواقع الافتراضي اللي اتعمل لك مخصوص عن طريق الاوبشنز اللي انت بتختار منها انك تكون موجود في المكان ده او غيره. منظر الناس اللي موجوده في الفيديوهات بجد تخوف، لانه ممكن اي حد يستخدم الجهاز ده في اي حاجه هو عايز يعملها. وبدات الدعايه تنتشر للجهاز ده بكل الناس اللي ممكن تعمل له دعايه، لدرجه انه اتعمل له دعايه في الشوارع ودعايه في المحطات ودعايه من كل الانفلونسرز اللي ظهروا في فيديوهاتهم علشان بيجربوا الجهاز ده. وكل الناس بدات تتفاجئ، هو الجهاز ده يا جماعه حقيقي ولا لا؟ ولحد هنا ممكن اجي اقول لك انه ممكن اتمادى معاك في الموضوع واقول لك الحق الجهاز ده حقيقي، بس تعال اقول لك انها مفاجاه، لانه الجهاز ده ما طلعش جهاز موجود، ده طلع دعايه لمسلسل اسمه بلاك ميرور. واكيد ناس كتير جدا مننا شافت بلاك ميرور باجزائه الاولانيه، بس الجهاز ده بيعمل دعايه للجزء الجديد بتاع بلاك ميرور. المسلسل ده بيتكلم عن كل حاجه تكنولوجيه، بس للاسف المسلسل ده لما بيتكلم في التكنولوجيا بتحصل بجد. يعني هي اقوى دعايه اتعملت لمسلسل اجنبي، وخصوصا ان المسلسل ده بيتكلم في الحاجات التكنولوجيه. بس تخيل الفكره هنا ان المسلسل استخدم جهاز حقيقي صنعوه وعملوا له اسم شركه وعملوا للجهاز نفسه اسم، وبداوا يستخدموا انفلونسرز علشان يعملوا لهم الدعايه بتاعه الجهاز ده. وبعد ما الجهاز انتشر والناس كلها بدات تسال عنه، اتقال عنه ان هو دعايه للمسلسل ده. ايوه، عارف السؤال اللي بيجي في دماغك دلوقتي؟ طب هم هيعملوا جهاز كامل علشان بس يعملوا دعايه للمسلسل؟ وهو ده نفس السؤال اللي جه في دماغي وجه في دماغ كل اللي بيتفرجوا على الجهاز ده بعد ما شفنا الفيديوهات وحسينا قد ايه هي ممكن تكون مرعبه بالنسبه لاي حد بيستخدم جهاز زي ده. قعدنا نفكر في الاجزاء الاولانيه بتاعه المسلسل، وكل الاجزاء تقريبا كانت بتتكلم عن حاجات تكنولوجيه بتتصنع، وفعلا الحاجات دي بعد ما كانت خيال علمي في المسلسل من سنين فاتت بدات اليومين دول تبقى حقيقيه قدامنا. وهي دي بالظبط الفكره، ان الموسم اللي جاي من المسلسل هيتكلم على الجهاز ده، وانك ممكن تتنقل من عالم لعالم تاني عن طريق بس انك تحط قطعه صغيره على مخك، ومن خلال القطعه دي تبدا تتخيل وتعيش في اي عالم انت عايزه. وخصوصا ان هم بيسوقوا لفكره ان الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي ما بقاش احسن حاجه، والناس كلها عايزه تهرب من الواقع لحاجه تاني خياليه، والجزء الجديد كله بيتكلم على الفكره دي. وطبعا بعد ما الناس شافت المنتج على انه منتج حقيقي موجود، واكتشفوا فجاه ان هو مجرد دعايه للمسلسل، وطبعا اكيد مليون في الميه هيتابعوا المسلسل والجزء الجديد اللي بيتكلم عن الموضوع ده. كل واحد في اللي هيتفرجوا على المسلسل هيبقى مقتنع جدا ان الجهاز ده فعلا لو موجود انا ههرب ليه واجيبه بسرعه، وهيبقى عندنا الفكره الكامله على ان الجهاز ده لو موجود احنا هنشتريه. يعني من الاخر هو خلاك تقتنع بالجهاز من قبل اصلا ما يبقى موجود، ده مجرد حاجه في مسلسل ومعمول لها دعايه عشان بس قصه المسلسل. لكن تعال نقول انه القصه دي في يوم من الايام لو بقت حقيقه، وطبعا سهل جدا ان احنا نتوقع حاجه زي كده لانه الجهاز اتعمل واتعمل له الدعايه وبعد كده اتعمل المسلسل. تفتكر بقى يا صديقي ان الجهاز اللي اتعمل بعد المسلسل خلاص مش هيبقى فيه جهاز، ولا هنيجي نقول بعد 5-6 سنين انه فعلا يا جماعه الجهاز ده بقى موجود في الاسواق وناس كتير جدا ممكن تشتريه؟ وخصوصا ان في ناس بتقول على اجهزه تانية شبه الجهاز ده انها موجوده حاليا وبتتباع. يعني مثلا لما نيجي نبص للفكره ببساطه، انه زمان كان في حاجات كتير جدا في المسلسلات بيتعمل لها دعايه مسبقه، او المسلسلات دي بتتكلم عنها وبتشرح فكره خياليه بالنسبه للناس، والنهارده الافكار دي فعلا موجوده وتكنولوجيا هي موجوده في حياتنا. وطبعا اسم بلاك ميرور لوحده اللي بيتكلم على المرايه السوداء، واتكلمنا في فيديوهات كتير قبل كده عن موضوع المرايه السوداء، وانه اقرب تشبيه ليه هو الموبايل لما بيكون مطفي انه مرايه سوداء. الله، يعني هنا نقدر نقول ان المسلسل بيتوقع حاجات زي مسلسلات تانية والحاجات دي بتتعمل بعد كده. هاجي اقول لك هو الموضوع مش مجرد توقع، لان الموضوع بيكون حاجات ممنهجه ومعموله قبلها بسنين عشان تبقى تاهيل للناس انها يبقى عندها خلفيه عن الفكره اللي بتتعرض في المسلسل. يعني بمعنى صح هو بيأهلك للحياه المستقبليه اللي بعد كده. ايوه بالظبط زي ما جه في دماغك، يعني كل حاجه انت بتتفرج عليها النهارده بعد كام سنه بتبقى حقيقه زي ما حصل في افلام الخيال العلمي بتاعت زمان. وكتير قلنا ان فكره ان الافلام والمسلسلات اللي اتعملت ولسه بتتعمل هي مش
مجرد خيال علمي، لان اكتشفنا بالصدفه ان احنا كنا اطفال صغيرين وما كناش فاهمين ان كل الحاجات دي كان بيضحك علينا بيها. كنا مفكرين انها خيال علمي وحاجات ما بتحصلش ابدا، وفجاه لقيناها موجوده في حياتنا وفعلا بتحصل. بس هنرجع ببساطه ونفكر في جهاز زي ده لو كان موجود. ده مش مجرد نضاره بتتلبس وبتدخلنا في واقع افتراضي عشان لما نقلعها نشوف الواقع الحقيقي. دي حاجه بتسيطر على مخنا وبتخلينا ندخل في عالم مش موجود. تفتكر ممكن في وقتها يحصل ايه في مخنا؟ او اصلا مخك يصدق انك هتخرج تاني للعالم الواقعي، ولا هيجيبوا العالم الافتراضي ويفضل عايش فيه يا صديقي ويرفض الواقع بتاعك اصلا؟ بس تعال اقول لك ان في حاجه صغيره اشبه بالجهاز ده فعلا موجوده دلوقتي وحقيقه، وهي الشريحه اللي بتتزرع عند بعض الناس واللي تقدر تخليهم ان هم يتحكموا في الماوس بتاع الكمبيوتر من خلال اشارات مخهم بس، من غير ما يحركوا اي حاجه في جسمهم. وده بيساعد بعض الناس اللي ما بيقدروش يحركوا اطراف جسمهم ان هم يتحكموا في حاجات تكنولوجيه حواليهم. فعلا التكنولوجيا كل ما بتتطور كل ما بتخوف اكتر. انا عادل مجدي شير كتير جدا للمعلومه دي عشان نبقى عارفين اللي جاي هيرسى على ايه، ولازم تكون عملت متابعه دلوقتي لو لسه ما عملتش. يعني قبل ما تكمل باقي الفيديوهات اللي بتتكلم على نفس المواضيع دي الحق اعمل متابعه بسرعه عشان في حاجات جامده جدا جايه وانا مش عايزها تفوتك. ومستني رايك المره دي. تقول لي هل انت مقتنع ان اللي بيحصل ده مجرد حاجات بتتعمل في افلام، ولا هي حاجات حقيقيه بتتقال لنا عليها الاول عشان بعد كده نلاقيها قدامنا ونبقى بس مؤهلين ليها؟